يا ست اطلعي برايا اني واخوي، احنا علونا زي بعض ونفهم بعض كويس، خليكي بعيد انت. لا يا جابر، بقول لك ايه، قدام صابر بيها اهو. انت اللي تبعد خالص عن الارض. واللي عايزه صابر بيه ويؤمر بيه تنفذه. يا اخويا، الارض واحنا اصحابها، وانت حيالله ماسكها على راي اخوك، زيك زي اي خولي في الناحيات. شوق بقى شوق ولا تعب قلب ايه؟ انت عايز نقعد لحد ما الاقي ارض وارض ابنك بقت ارض جابر؟ معلش يا جابر. خولي يا صابر بيه، خولي. وانت هتاخد على كلام ايه؟ دي حرمه، انت هتصدق كلام الحريم برضه. وبعدين يعني ما هي ارضي وارضك تبقى ايه؟ ما هي ارض العلاونه برضه. ايوه ارض العلاونه، بس انا شامم ريحه خطر عليها. اسعد بيه بالاذن. ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه عملت ايه؟ اللي خايفه عليك. خايفه عليه انت رخره؟ خايفه تكون نايم في العسل لحد ما في يوم تصحى تلاقي نفسك ايد ورا وايد قدام. لو انت فاكر ان جابر بعد انت ما كبرت وبقيت به اخر علاقه وخرجت عن طوعه هيسيبك في حالك؟ هو انت يعني مش هترتاحي الا لما تشعلي ليها نار؟ لا يا اخويا، لا شعللها ولا طفيها، هو انا صالحي ايه؟ بس خدني مره كده على قد عالي وجرب. جرب تؤمر وتحكم في الارض اللي اسمها ارضك وانت تشوف. كان هيحصل، وكتاب الله المنزل كان هيحصل لولا دخلتك علينا زي الزعبوبه. هو يعني لابد عن العركه يعني؟ يا اخويا بلاش الحمقى الكدابه دي، وريني كنت هتعمل ايه. ايوه هوريك. وادي حسن انت انا. ايه انت عايز حسن في ايه؟ عشان تعرفي صابر بيه على حقيقته، عشان تستهدي بالله بقى وتريحيني. انت انا. ايوه يا صابر بيه. اسمع، تأمر يا سيدي. روح ازعج لي المهاجرين كلهم، هاتهم هنا حالا. من عينيا، من عينيا يا سيدي. عشان تعرفي صابر بيه يقدر يعمل ايه. جرب يا ولا كلم سيدك جابر. ايوه يا سي جابر، خير في ايه؟ النهارده كام في ايام ربنا يا هلا؟ واني اعرف منين بس يا سي جابر؟ هم قالوا لك عليا بعرف اقرا؟ ولا بلاش لوع. فين اللي قلت لك عليه؟ اللي قلت لي عليه؟ ايوه قصدك الاجاره يا سيدي. ايوه يا فالح، الايجار. اصل يا سيدي، اصل يعني اصل ايه يالا؟ ما تتكلم زي الرجال. حاضر. انا عبد المأمور يا سيدي. مأمور مين يا هلا؟ سيدي صابر بيه. ماله صابر بيه؟ اصله شيع لي انا والمؤجرين كلهم ونبه علينا ما ندفعش الايجار الا ليه هو وبس. صابر بيه هو اللي قال كده؟ ايوه يا سيدي. هو انا استجري اعمل حاجه كده من دماغي يعني؟ اداني كنت فاكر ان الاوامر وصلتك انت كمان يا سيدي. اوامر من مين يا هلا؟ ها؟ حد يستاجر يؤمر جابر؟ انا داخل ايه بس يا سيدي؟ ده سيدي صابر بيه وهو اخوك، انا اعمل ايه بس؟ يلا غور من وشك. غور. حاضر يا سيدي. طيب يا صابر. لا والله وطلعت سبع يا واد يا صابر. أنا ما كنتش مصدق إنك تقدر تعملي. كنت خايف تنخ، لكن يظهر إن البهوية عملت مفعولها وجمدت قلبك قدام الكل وأولهم أخوك. عشان كده أنا ههديك بهدية تشكرني عليها. هدية؟ هدية ايه يا عم العمدة؟ هما مش بيقولوا اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك؟ ايوه. بنت مين؟ افهمني يا صابر، انا بدي يعني زيتنا يبقى في دقيقنا والارض تكبر. ايوه تمام، بس ما تقول يعني قصدك ايه يعني؟ قصدي اجوزك فوزيه بنتي عشان يعني بعد عمر طويل الارض ما تروحش للغريب. الكلام ايه ده يا عم العمده؟ ايه؟ مش بقول لك هديه هتشكرني عليه ولا ايه؟ ايوه صحيح، بس ولا مؤاخذه، هي ست فوزيه هترضى بياني؟ جرى ايه يا صاب؟ واحنا عندنا حريم ترضى ولا ما ترضاش؟
عارف فوزيه دي عندها ورث قد ايه؟ استغفر الله يا عم العمده، ده ست فوزيه اما شالتهاش الارض نشيلها في عينينا من جوه كده يعني نقرا الفاتحه ونقول مبروك. بالعجل كده. كل شيء اسمه نصيب، ونصيبها وسعدها جالها ما ترجعوهوش. يا راجل قول كلام غير كده، دي لواحظ دي قد بنتك وانت جاي تطلبها يا اللي ما تختشيش. ما دام مهرها في جيبي وسعرها جايز يجرى ايه يعني؟ يا اختي يسعروك في سوق المواشي يا بعيد، انت فاكر ايه يا راجل؟ هنبيع بنتنا؟ دي احنا لما ناكلها بملح ما تبيعش ضمانه ابدا. هي راضيه وانا راضي، مالك انت ومالنا بس. طب انجر يا راجل يا عجوز، ما عندناش بنات للجواز، انجر مش مكسوف على يا لواحظ لواحظ. استنى يا سي منصور ما تمشيش. حاضر يا زاز. ايه اللي عملتيه ده يا خالد؟ عملت يا بنت اللي تعمل امك، بس انت بقى مش امي، واوعي من سكات خلينا افتح للرعبي كده اهو مش هيدخل بيتي طول ما انا عايشه. طب انا بقى اللي هخرج له، ووشي ده مش هتشوفيه هنا تاني. تعالي هنا، ده انا كنت اقطع لحمك حتت وارميكي في الرياح قبل ما اشوفك تتباعي في سوق المواشي. يا شيخه بقى ارحميني وادعيني، هتبقى انت والزمن. ارحميني بقى كفايه. حتى انت كمان يا حسنين. ايوه يا ابو ابراهيم. طردوك من الارض اللي مستاجرها. ده مش هو وبس يا ابو ابراهيم، دول طردوا كل المستاجرين من الارض، خلونا بنلم المحصول وخدونا غدر. وايه كسر الباشا غير الغدر؟ ايه كسرك يا عرابي غيره؟ ايه ضيعنا غير الغدر؟ ما قلتش هتعمل ايه يا ابو ابراهيم؟ هتسكت؟ لا انا ولا انتوا هنسكت، بس الاول هكلم صابر بيه واللي يعمله ربنا يكون. لا يعني مش مصدق كلامي يا عم ابراهيم؟ ايوه، لان الناس دول انكرشوا من الارض فعلا يا صابر. وانا بقول لك ما كرشتش حد، تقوم تصدقهم هم وتكذبناني؟ لا اله الا الله، الحكايه مش حكايه بصدق وبكذب، الحكايه ان ده حاصل فعلا. الناس اتطردوا من الارض اللي مأجرينها بدون وجه حق، وده ظلم، ظلم ما يرضاهوش ربنا ابدا. الشاي يا عم ابراهيم. هلا هو صابر بيه سيبك ارضك يا استاذ احمد وقعدك في ظله؟ يا خساره. خساره ايه يا عم ابراهيم؟ خساره عليه بقى؟ انا بقول لك ما سيبتش حد ارضه، تلاقيهم شويه فلاحين يتاخروا في دفع الايجار ولا حاجه، قام جابر كرشهم. ايوه، تلاقي جابر هو اللي مشاه. بأمرك يا صابر بيه. بأمر ازاي بقى؟ زي ما بقول لك كده وقدام عم ابراهيم. جايين لي بعضمة لسانه، جايين لي اللي ما يدفعش زيادة الإيجار يمشي. حتى ما كنتش عايز تستنى لما يلموا المحصول. اني يا جابر؟ ايوه انت. وانا ماشيهم ليه؟ صالحي ايه؟ كنت صاحب الارض ولا صاحب الارض يا صابر بيه؟ وبعدين بقى ما تتفاهموا بالراحه. ايوه هو كده بقى. تلاقيك عاوز تسوق سمعتي قدام البلد، يعمل العمله ويلزكها فيا أنا برضه. أنا اللي بعمل العمله وداري. امال انا يا جابر؟ ايوه انت. وبعدين يا جماعه ما تهتوا مال. اصل انت مش عارفه يا عم ابراهيم، دي اخويا وانا ادرى بيه. لا عارفني كويس وعارفك انت كمان، ياكش تكون فاكر الناس مش عارفاك اياك. الناس عارفاني ازاي بقى؟ عارفاك وعارفه الارض وفلوس الارض جت منين وازاي. وانا مالي؟ ما انت اللي بتتصرف في كل حاجه. يعني انت زعلان ان الناس اتطردت؟ جدع، اؤمر انهم يرجعوا لارضهم وانا بعون الله ارجعهم في يوم واحد. يعني ايه؟ يعني انت عاوز تحرجني قدام الناس يا جابر؟ شفت يا عم ابراهيم؟ شفت صابر بيه؟ مش كده، فوق لنفسك يا راجل، اعرف مصلحتك فين، اعرف مصلحتك فين يا خايب. انا مش خايب، انا فايق وعارف مصلحتي فين. خاف انت على نفسك. بالاذن يا صابر بيه. طب استنى بس، ده احنا لسه ما كملناش كلامنا. في حاجه تانية يا صابر بيه؟ ايوه، البت دي اللي اسمها حسنيه. ايه مال؟ شايفك يعني رايح جاي وراها اليومين دول، لما الناس كانت وشي تكونش عايز تتجوزها؟ ايوه هتجوزها. شايف يا عم ابراهيم؟ ما تكلمه، عجله يمكن يطوعك انت. هيكلمني في ايه؟ وبعدين انت مالك اذا كنت هتجوزها ولا لا؟ مالي ازاي بقى؟ ليه؟ انت ناس انت مين؟ ولا ابن مين؟
ولا اخوك مين وابوك مين؟ دي بنت ملهاش اصل من فصل، وكمان كانت متجوزه قبل كده، يعني عزبي. انت ناسي ولا ايه؟ لا مش ناسي، ما حدش ينسى اصله وفصله الا اذا كان خسيس يا صابر بيه. يعني ايه بقى؟ يعني اهدى وخليك جدع، ما تقطعش السكه وانت لسه في نصها، هتحتاجني ياما. لسه العمده واللي عايز العمده. ده كلام ايه دي؟ اصحى اصحى وفوق يا صابر بيه، انا لسه جابر علوان. عاجبك؟ يعني عاجبك كده يا عم ابراهيم؟ لا مش عاجبني، مش عاجبني حالك ولا حاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جابر؟ ايوه جابر يا حسنية، جابر. ايش جابك السعادة؟ مفيش. مفيش ازاي؟ داني فهماك، اشكيلي هامك. تحبيني يا بنت؟ اصلاني ما افتكرش ان عمر حد حبني. عشان طول عمرك لوحدك. ايوه لوحدي، ساعة ما مات علوان الكبير واني لوحدي. بس أنا عايز حاجات كتير. جوازيني يا بنت. ليش؟ عشان اللي قلته قدام الشيخ إبراهيم؟ انت عرفت منين؟ أنا عارفة كل حاجة، مفيش حاجة بتستخبى. لكن إذا كنت عايز تتجوزني عشان كده يبقى لا، لا يا جابر. انت بتقولي ايه؟ أني برضك عندي إحساسات. مرضاش إنك تتجوزني غصب عنك ولا عشان قلت كده. لا لا يا جابر. جرالك ايه يا بنتي يا حسنية؟ عارف يا جابر، من يوم أبويا ما جابني هنا وأنا فكرت أرحل أدور على قرايبنا، لكن خفت أتوه في الدنيا الواسعة وما قدرتش. في كل مرة ما قدرتش. عارف ليش؟ عشانك انت لوحدك يا جابر. يا بنت ماني بقولك نتجوز. لا مش كده، مش عايزاك تكرهني بعد كده. جاوبيني يا بنت، هتتجوزيني ولا لا؟ طب وقرايبك؟ قرايبي مين؟ صابر بيه وعمك العمدة. انت بتقولي ايه؟ انت جننتي؟ انت نسيتي انا مين؟ نسيتي مين اللي عمل صابر؟
ما نسيتش، لكن الايام لفت وبقى صابر بيه صاحب الارض وصاحب الكلمه برضه. لا، ما تبصيش لدلوقتي، بص لبعيد وتشوفي جابر هيبقى ايه. ما هو ده اللي انا خايفه منه. لو تسمع كلامي. انا مش عايز كلام تاني في الموضوع ده، هي كلمه واحده، هتتجوزيني ولا لا؟ اتجوزك طبعا يا جابر يا ابن علوان. وانا طول ماني جاي. جابر توب وضاد، اخلعه قبل ما يخنقك. ايوه بس ما هو برضك اخوي. جرايه صابر، ده انا ابو سمع الواد عمك. طب اعمل ايه دلوقتي يا عم؟ الا تعمل ايه؟ تاخد منه الخيط من انت مسلمهوله. ما خلاص الارض ولمها لك، عايز الخيط معاك تاني ليه؟ ثم بدل جابر 1000 مين يخدمك. بس جابر يرضى؟ الا يرضى، مع انه مرضى. هو مين صاحب الارض فيكم؟ ايوه يعني هو انت مش عارف جابر؟ انت لساك بتخاف من جابر ولا ايه يا صابر؟ اصحى يا صابر، شوف انت بقيت ايه؟ اصحى دلوقتي لحسن لو صحيت بعدين هتلاقيه مكانك. الاقيه مكاني؟ ده كلام ايه؟ الكلام اللي هيحصل. بطل خوف من جابر. 100 مره اقول لك صبر القديم خلاص راح لحاله. انت دلوقتي بقيت حاجه تانيه. اتصرف بسرعه يا صابر. طب اتصرف ازاي يا عم؟ الختم اللي معاه لازم يرجع وحالا. لا بلاش يرجع. انا بكره الصبح هنزل البندر من بدري والغيه من اصله واعمل ختم تاني جديد، ويا دار ما دخلك شر. لا والف لا، الختم نفسه لازم يرجع وغصب عنه مش برضاه عشان يعرف هو مين وانت بقيت مين. ايوه لازم يعرف. بس ازاي؟ هقول لك ازاي. وادي عيسوي. ايوه يا عمدي. تعال وهات معاك 4 غفر. حاضر يا عمدي. عايز ايه؟ مساء الخير يا سي جابر. في حاجة؟ ايوه في يا جابر. صابر بيه عايز الختم اللي مديهولك. الختم؟ وانت مالك انت ومال الشغلانات دي اوامر صابر بيه واوامر العمده كمان. هو العمده دخل فيها كمان؟ انا قلت لا يا عيسى. شوف يا جابر يا اخوي، احنا طول عمرنا اصحاب، واسمع نصيحتي، لما تشتد الريح لازم نطاطلها روسنا. وانا راسي عمرها مع الطاطي. روح قول لسيدك صابر وللعمده جابر ما عندوش حاجه، واعلى ما في خيلهم يركبوه. هيركبوه يا جابر، صدقني يا اخويا هيركبوه. ما هو يا اما تجيب الختم دلوقتي حالا يا اما نرحلك للمركز. ايه؟ والعمده قال حدها كم نفر كده متهمينك بسرقه مواشي. مواشي؟ وانت بقى انت وصابر منهم ولا من الشهود؟ الحكايه اكبر مني ومنك يا جابر، صدقني يا اخوي، لكل وقت اذانه والوقت مش وقت. ايوه عندك حق، وقت كان ماني بلم الارض، لكن دلوقتي معلش انا داخل اجيب لك الختم اللي هم عايزينه. مين؟ أنا عوض يا حسنية. عوض؟ تعالى ادخل. في حاجة؟ ايه اللي جابك بدري كده؟ أنا نازل البندر، قلت يمكن تعوزي حاجة ولا أجيب لك راتب السكر. ما استغناش، باقي يوم وربنا يتوب علينا من اللي احنا فيه ده. يعني اللي سمعته صحيح، جابر هيعقد عليك. ايوه عقبالك، ولا انت تكره لي الخير. خايف عليك يا بنت الناس. بعدها لك يا عوض.
ما تزعليش مني، أنا بس بدي أوعيكي، بدي أفكرك باللي عملوه في زينب. زينب؟ زينب كانت مرض صابر مش مرض جابر. وإيه الفرق بيناتكم يا حسنية؟ الفرق كبير قوي. جابر راجل ولا كل الرجالة، كلمته من دماغه وما حدش يشور عليه أي شورة. إنما صابر كلنا عارفين. ربنا يحقق لك أملك. قولي مبروك، ده انت زي اخويا. ده لما كان يحصل لي حاجة ما كنتش اميل الا على ستك الله يرحمها اللي كل اسري معاها. اقول مبروك. مبروك على ايه؟ ليه هو انت ناسيه البت حسنيه دي تبقى ايه؟ تبقى ايه يعني؟ اهي واحده واخوك عايز يتجوزها زي ما انت كنت متجوز زينب الخدام. لا 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 لا، دي حاجه ودي حاجه تانية. ليه هو انت عايزه عيله علوان تاخد بيت عربويه وشها مكشوف على الرجاله وقال فتحلي قهوه على اخر الزمن وكانت متجوزه قبل كده كمان. ما تحافظ على ملفظك امال. لا لا، انا مش قصدي عليك انت بتاخدي الكلام على نفسك ليه؟ ايه جاب لي جاب؟ انا مش فاهمه انت عايز جابر اخوك يطن ورانا ليه؟ ما تخليه يقول يعمل اللي على كيفه ويبعد عننا بشر. اقول لك ايه بس؟ ما انت مش قادره تفهميني. اصل جابر دي لازم يتعود يعمل اللي على كيفاني. وعشان ما يتعود تفضلوا في نقار كده وفي الاخر تطبل على راسي انا؟ وهتطبل على راسك ليه؟ اطمني، انا وعم العمده عارفين بنعمل ايه. ما هو انت من ساعه ما خدت البهويه وانت مالكش شغلانه الا عمك العمده. رايح فين؟ رايح عند العمده. جاي منين؟ جاي من عند العمده. الله، ودي فيها ايه دي كمان؟ فيها الست زبيده الالافرانكا اللي كاشفه بناتها على الغريب. اشحال على القريب يا صابر. كلام ايه دي؟ تكونيش بتغيري عليا؟ وما غيرش عليك ليه يا صابر؟ مش جوزي؟ مش تعبانه فيك لحد ما خليتك قيمه وزي الفل. ولو حد فكر يمد ايده عليك هقطعها له، حتى لو كانت ايدك انت يا صابر. وانا بايدي ايه يا بنت؟ انت عايزه تاخدي الوصفه من هنا تحملي من هنا، مش لازمها وقت اكتر من اللي فات يا خاله. ادي العمر بحاله وانا صابره اهوت، ووصفه ورا وصفه ورا وصفه ومفيش فايده. يا بنت خلي املك كبير في الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله، بس ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. وان شاء الله الوصفه المره دي مش هتخيب ابدا. يا رب يا رب، انا هرمي حمولي عليك يا رب، وانت القادر على كل شيء. بنتي يا لواحظ. ايوه. هاتي مكنه البن من عندك يا بنت. هاتي يا اختي. ايه يا بنتي جايباها فاضيه؟ امشي نجرب هاتي البن لما تحمل. حاضر، بس هدي انت نفسيتك. يا اختي شفتي البيت؟ عايزه تجيب لي النقطه والفرسه. يا اختي بعد الشر عليكي، اهي دورت وكبرت وبقت عروسه. يا ما شاء الله يا ما شاء الله والحارس الله. خدي هاتي يا اختي. عايزه طلبات تاني؟ اهدى، لا في حمليتك ورايحه على فين يا بيت؟ يعني ايه رايحه على فين؟ هروح المولد اركب المرجيح، راح اجيب متر جاز. والجاز اللي جوه راح فين؟ دلقته على روحي، شربته يا خالتي خلص. تنزلي تجيبي الجاز من المرزوق اللي تحت وهقعد لك في الشباك ده، تروحي كده ولا كده هفقع 100 صوت والم عليك الخلق. انا بقول لك اهو. يا اختي خايفه عليها كده ليه؟ خايفه عليها كده ليه؟ مش انا برضه مربياها وزي بنتي. طب اقوم بقى، اوعي تنسيني اله لا ينسيني. مش هنساكي يا بيت، يوم ولا 2 واجيب طلبات الست شو وهكشف عليكي واديكي الوصفه المطلوبه. إلهي يخليكي ليا يا خالة، وما عدمكيش ابدا. بس اياك يطمر فيكي يا اختي. لا هيطمر والله هيطمر. شوفي لو حصل وخلفت شوفي هيحصل ايه.
يا بنت مالك ملحوقه على الخلفه كده ليه؟ يعني هم اللي خلفوا يا اختي ولا اللي ربوا؟ خدوا ايه يا حسره غير الهم والغم اهو. مستعجله ليه يا سكين؟ اتعرفت يا رواح، خدي بعافيه يا اختي يا عفيف. ست لواحظ اسرع الولايه يا رب. حلمك عليا يا ست لواحظ، عايز اكلمك. عايز مني ايه يا فندي؟ يعني مش عارفه انا عايز منك ايه؟ عايز مني ايه بعد ما اتجوزت وسافرت 6 سنين؟ ولا فيهم سنه ولا فيهم يوم ولا فيهم ساعه غبت عن عينيا يا لواحظ، ولا روحك بعدت عن روحي. الجواز ده كان غصب عني ومقدر، ما قدرتش اهرب منه زي صورتك ما قدرتش اهرب منها. واخرتها معاك يا لفندي؟ واخرتها هنكون لبعض وطول العمر يا لواحظ. وبنت الاتراك اللي انت متجوزها يا لواحظ ما تفكرنيش بيها. لا انت لازم تفتكرها وتقول لي ناوي تعمل ايه ولا ايه من العيد. وانا تحت امرك ومستعد ومن دلوقتي اكتب عليكي. والتركيه ولا كأن ليها وجود، وانت وبس اللي شاغله عقلي وفكري. طب بينا على خالتي وهي تشوف لها صرفه في الموضوع ده. لا خالتك ليه؟ ليه؟ انت يا جدع من الفضول عايز تكتب عليا؟ ايوه بس خلي الموضوع بينا وبين بعض. بينا وبين بعض؟ يعني ايه؟ يعني نكتب ورقه والموضوع يبقى مستور بينا. في السر يعني. ما فيهاش حاجه، اللي بينا اقوى من ده كله. لو اللي بينا اقوى من ده كله ما كنت سبتني زمان وجريت اتجوزت جوازه مشخره، بس ما طلعتش على مزاجك. قمت افتكرت لواحظ الغلبانه اللي ساكنه في الوقف بتاع عمة امك. قلت ما فيش غيرها اللي ترضى تتجوزني على ضره وفي السر بورقه تقطعها يوم ما تحب ترميها. مش كده يا سي عبد المجيد يا ابن الاكابر؟ لواحظ انت فهمتيني غلط. لا يا لفندي، انا عمري ما فهمت حد غلط، وانت فهمك صح وصح قوي كمان. طب خلاص ما دام انت مش راضيه بقى يبقى خلاص. ما خلاص. الحقوني يا خالد، الحقوني يا رجاله يا ابن اخواتي. انت بتخدم عليا. انت بتحكم الحسن يا رجاله. الحقوني بنت يا لواحظ، انت يا بنت اطلعي يا مفضوحه لا انزل امرمط بيكي الارض. يا عيب الشوم يا سيدي، ريتني اجي دارك قبل شرع ربنا ما يقوم بينا. جرالك ايه يا بنت؟ انت خايفه مني ولا بتخونيني؟ اخونك؟ انت لا خون نفسي ولا خونك يا سيدي. عايز الناس تاكل وشي، مش كفايه معاديينك عشان رايت تتجوز عربويه؟ ايش حل لما اجي دارك قبل الجواز؟ يا بنت فهمي، قعدك هنا لوحدك دلوقتي بقى خطر. جرى ايه يا سيدي الناس؟ انت خايف عليا من اخوك صابر بيه؟ صابر ما يخوفش. صابر لوحده ما يقدرش يعمل حاجه. صابر يعوز وغيره يفهمه يعمل ايه، ودي اللي انا خايف عليكي منه. ما تخافش عليا، هيعملوا يعني، خليها على الله. كلها سواد الليل يفوت والصبح تعجد عليا وهجرسك ابدا، ويقول راح اتجوز واحده بدت في داره قبليها. خلاص استنى هنا لحد سواد الليل ما يفوت. لا يا جابر، امر الشقي بقي. صدقي لو قلت لك اني مش خايف عليك انت وبس، لا انا خايف عليه هو كمان. هو مين؟ صابر. اخوك صابر بيه؟ ايوه، صابر دلوقتي عامل زي ولاد الليل بعد اول سريكه، بيبقى خايف بس فرحان اللي فلت بيها، بعدين قلبه يقوى
لما قلب واحد مخه طاقق يقوى يعمل أي حاجة من غير ما يحسب جرايرها. ساعتها مقدر يكون. ما تخافش عليا، قلت لك عمر الشقي بكي. يلا روح مع ألف سلام. اقفل الباب كويس. حاضر. مين؟ أنا عوض يا حسنية، ما تخافيش. تعال تعال يا عوض، ادخل. ايش اللي جابك في هالساعة؟ مش مهم، المهم إني جيت وسمعت كلامكم. ليه ما سمعتيش كلام سي جابر يا بنت الناس؟ فضها سيرة يا عوض، انت مش فاهم حاجة. انت مش خايفة على روحك؟ ليه ما سمعتيش الكلام اللي قالولك؟ اللي شاف اللي انا شفته ما يخافش من حاجة ابدا. اللي شفتيه كلام ايه ده؟ انا عشت طول عمري قلبي متشحتف على اللي انحرمت منه. انحرمت منه؟ انحرمت من مين؟ جه الاوان يا عوض انك تعرف السر اللي ستك الله يرحمها كانت بتعرفه. لزومه ايه البكا بس يا بنتي؟ انت خدتي حقك منه تالت ومتلت. لزومها ايه القهرة دي بقى؟ أنا مش مقهور عليه يا خالتي، أنا مقهور على نفسي. على نفسك ليه بس يا بنتي؟ يعني ما انتش عارفة يا خالتي، ولو كان فاتني عشان أنا وحشة ولا فيا عيب كنت قلت يا بنت من حقه، لكن لا، ده فاتني عشان أنا في نظره من الناس اللي مش من حقهم يعيشوا في النور، مكتوب عليهم يعيشوا في الضلمة وفي السر. يا بنتي يا بنتي، ما حدش بياخد اكتر من نصيبه، ولازم نرضى بالمقسوم. أنا مقسوم يا خالتي، مقسوم سي عبد المجيد وأمه الهانم وأبوه مش كاتب دايرة البرنس، ولا مقسوم أمي اللي ماتت من الفقر ورمتني في الشارع. لكن لا لا، وجلالة الله مرضى بالمقسوم ده. استغفر الله العظيم يا رب، انت اتجننتي يا بنتي. لا، أنا اندبحت. وهو ده اللي مخوفك؟ انت هذا مش من العلاوني ولا ايه؟ بالك انت لو جابر في الحكايه دي كان عمل ايه؟ الله، ما تقول قصدك ايه يا عمده وتخلصني. البت حسنيه ملهاش عيش بعد كده في الناحيه، ما تقعدش فيها ننقصها. نكرشها يعني؟ عليك نور. تاخد عيسوي معاك والحكايه ما تستحملش ساعه زمن. جابر هيسكت؟ وجابر هيستاجر يعمل حاجه؟ التليفون موجود والحكم دار مستني منك اي خدمه يقضيها لك. ما تفوق يا صابر، فوق واعرف انت بقيت ايه. مين؟ لا يا حسين، يعني عيسى وشيخ الغافر. في حاجة يا شيخ الغفر في هالساعة؟ امي يا بنت افتحي واطلعي بره، كلمي سيدك صابر بيه.
حاجة يا سيدي كفل الشر. قال هتتجوزي سيدك جابر يا بنت بصحيح؟ بقى الحكاية هادي اللي جايباك انت وشيخ الغفر في هالساعة؟ لمي عزالك يا بنت وشوفي لك بلد تانية. وسيدي جابر هيرضى بكده؟ بلاش كتر كلام، لمي عزالك قبل الخصة ما يتطربق عليكي. بقى هو ده بقى اللي في مقدورك يا سعادة البيه. مش كده وبس يا عربوية. انت يا بنت لمي حاجتك وامشي قبل الخص ما يتهد عليكي. هدوه، مش هترك المطرح غير لما يجي جابر وهو اللي هيتفاهم معاكم. عايزة سيدك جابر اللي لسه في نصه يا عربوية بشوقك، وتحملي بقى اللي يجرالي. اتصرف يا عيسوي. استنى يا عيسوي، استنى. حاضر حاضر يا بيه، حاضر همشي، بس عاوزة أقول لك حاجة. جابر هيحصلني وهعود معاه وأنا مرته. جابر مش هيسكت، وإن سكت أنا اللي هتكلم. ولا أنت نسيت سماعين؟ سماعين مين يا بت؟ سماعين اللي حرقت داره وقتلته. هالبت ما أنت فاكر يا شيخ الغفر. ما هو جابر كل سره معايا يا سعادة البيه. خد الحرمة دي يا عيسوي واطلع بيها بره الزمام خالص، ما سيبهاش اللي عند الرياح تغطسها فيه ما تجبش. امرك يا صابر بيه. يلا يا بنت همي انجري قدام. وقفي مطرحك. كمل عليها انت. اللهم اجعله خير. بيتقدم هروب وسجن. انسى يا حمدان، انسى يا حاجه فلوسك. نفسيتك هتراضي اللي خايف عليك. اسمع كلامه طالع حمدان. يا حبيبي دي خطر كبير، ظرف البارود ملوش دواء. وانت تعرف منين ظرف البارود يا خوي دبوس؟ احنا اللي شفناه ايام ابويا، ايام الهوجه. انت مش هتنسى حكايه الهوجه دي خالص يا حمدان. وعايز تنساها ليه بقى يا استحمد؟ ايوه لازم تنساها، مش لازم دمك يفضل متاكر على طول. الافكار السوداء دي تملى الدم بالسم والواحد يروح مورته. انا لما كنت في سالونيكي وهجموا علينا عساكر دايلوم كانت ثابته رخت فيها البلد، وانا كنت في الجبل هربان لمده اسبوع بحاله لغايه ما قدرت اهرب. مات فيها ناس كتير وهرب فيها ناس كتير والبلد سافت ظلم فيها كتير. يعني انت تعرف الظلم هو يا خواجه دبوس. طب ايه اللي رماك علينا تظلم الناس؟ انا يا حبيبي بتدور على لقمة عيش. البلد بتاعكم دي فيها خير كتير وفلوس كتير وناس طيبين كتير، ان ممكن انا وانتوا سوا نعيشوا كويس. لكن انا عايز اعرف ليه انتوا دايما سبتوا انجليز ومسكتوا فيا انا ليه؟ انت ولا هم ولا غيركم من اللي بيرطنهم، الكل فتح صدره عمال يرمح، بيمد ايده وبيكبش بالسلاح بالبارود بكفة شيء في ايديه. ايوه احنا ايدنا فاضي، هنعمل ايه يعني؟ ايدينا فاضية ازاي؟ وفي ايدينا الفاس. ايوه بس احنا ما بنضربش بيها غير الارض عشان تطلع الخير للغير. دم حسنية مش هيروح خضر يا ابن علوان. دم حسنية؟ تقول ايه يا ولد؟ ايوه وانا اللي هاخد بطارها، انا اللي هاخد بطارها. طار مين يا ولا كلم؟ البيه اخوك وشيخ الغفر قتلوها يا جابر، قتلوها ورموها في الرياح. صابر قتل حسنية؟ هو وشيخ الغفر والعمدة هو اللي وازز. مستعجلة ليه يا سكين؟ بتعرف يا رواح، خدي بعافية يا اختي يا حبيبي. لواحظ استر على الولاية يا رب. حلمك عليا يا ست لواحظ، عايز اكلمك. عايز مني ايه يا فندي؟ يعني مش عارفه انا عايز منك ايه. عايز مني ايه بعد ما اتجوزت؟
وسافرت 6 سنين، ولا فيهم سنة ولا فيهم يوم ولا فيهم ساعة غبت عن عينيا لا أحس، ولا روحي بعدت عن روحي. الجواز ده كان غصب عني ومقدر، ما قدرتش أهرب منه، زي صورتك ما قدرتش أهرب منها. واخرتها معاك يا لفندي؟ وآخرتها هنكون لبعض وطول العمر يا لواحظ. وبنت الاتراك اللي انت متجوزها؟ يا لواحظ ما تفكرنيش بيها. لا انت لازم تفتكرها وتقول لي ناوي تعمل ايه ولا ايه من العين. وأنا تحت أمرك ومستعد ومن دلوقتي أكتب عليكي. والتركية؟ ولا كأن ليها وجود، وانت وبس اللي شاغله عقلي وفكري. طب بينا على خالتي وهي تشوف لها صرفة في الموضوع ده. لا خالتك ليه؟ ليه؟ انت يا جدع مش بتقول عايز تكتب عليا؟ ايوه بس خلي الموضوع بينا وبين بعض. بينا وبين بعض؟ يعني ايه؟ يعني نكتب ورقه والموضوع يبقى مستور بينا. في السر يعني. ما فيهاش حاجه، اللي بينا اقوى من ده كله. لو اللي بينا اقوى من ده كله ما كنت سبتني زمان وجريت اتجوزت جوازه مشخره، بس ما طلعتش على مزاجك. قمت افتكرت لواحظ الغلبانه اللي ساكنه في الوقف بتاع عمة امك. قلت ما فيش غيرها اللي ترضى تتجوزني على ضره وفي السر بورقه تقطعها يوم ما تحب ترميها. مش كده يا سي عبد المجيد يا ابن الاكابر؟ لواحظ انت فهمتيني غلط. لا يا لفندي، انا عمري ما فهمت حد غلط، وانت فهمك صح وصح قوي كمان. طب خلاص ما دام انت مش راضيه بقى يبقى خلاص. ما خلاص. الحقوني يا خالد، الحقوني يا رجاله، يا ابن اخواتي، انت بتخدم عليا، الحقوا بالحق يا رجاله، الحقوني يا بنت يا لواحظ، انت يا بنت اطلعي يا مفضوحه لا انزل امرمط بيك الارض. يا عيب الشوم يا سيدي، ريتني اجي دارك قبل شاي ربنا ما يقوم بينا. جرالك ايه يا بنت؟ انت خايفه مني ولا بتخونيني؟ اخونك؟ انت لا خون نفسي ولا خونك يا سيدي. عايز الناس تاكل وشي، مش كفايه معاديينك عشان رايد تتجوز عربويه؟ ايش حل لما اجي دارك قبل الجواز؟ يا بنت افهمي، قعدك هنا لوحدك دلوقتي بقى خطر. جرى ايه يا سيدي الناس؟ انت خايف عليا من اخوك صابر بيه؟ صابر ما يخوفش، صابر لوحده ما يقدرش يعمل حاجه، صابر يعوز وغيره يفهمه يعمل ايه، ودي اللي انا خايف عليكي منه. ما تخافش عليا، هيعملوا يعني، خليها على الله. كلها سواد الليل يفوت والصبح تاجد عليا وهجرسك ابدا، ويقول راح اتجوز واحده بدت في داره قبليها. خلاص استنى هنا لحد سواد الليل ما يفوت. لا يا جابر، امر الشقي بقي. صدقي لو قلت لك اني مش خايف عليك انت وبس، لا انا خايف عليه هو كمان. هو مين؟ صابر. اخوك صابر بيه؟ ايوه، صابر دلوقتي عامل زي ولاد الليل بعد اول سريكه، بيبقى خايف بس فرحان اللي فلت بيها، بعدين قلبه يقوى. لما قلب واحد مخه طاقق يقوى يعمل اي حاجه من غير ما يحسب جرايرها، ساعتها مقدر يكون. ما تخافش عليا، قلت لك عمر الشقي بقي. يلا روح مع الف سلام. اقفل الباب كويس. حاضر.
مين؟ انا عوض يا حسنيه، ما تخافيش. تعال تعال يا عوض، ادخل. ايش اللي جابك في هالساعة؟ مش مهم، المهم اني جيت وسمعت كلامكم. ليه ما سمعتيش كلام سي جابر يا بنت الناس؟ فضها سيرة يا عوض، انت مش فاهم حاجة. انت مش خايفه على روحك؟ ليه ما سمعتيش الكلام اللي قالولك؟ اللي شاف اللي انا شفته ما يخافش من حاجة ابدا. اللي شفتيه كلام ايه ده؟ انا عشت طول عمري قلبي متشحتف على اللي انحرمت منه. ضعف، لكن دلوقتي معلش. أنا داخل أجيب لك الختم اللي هم عايزينه. مين؟ أنا عوض يا حسنية. عوض؟ تعالى ادخل. في حاجة؟ ايه اللي جابك بدري كده؟ أنا نازل البندر، قلت يمكن تعوزي حاجة ولا أجيب لك راتب السكر. ما استغناش، باقي يوم وربنا يتوب علينا من اللي احنا فيه ده. يعني اللي سمعته صحيح، جابر هيعقد عليك. ايوه عقبالك، ولا انت تكره لي الخير. خايف عليك يا بنت الناس. بعدها لك يا عوض. ما تزعليش مني، أنا بس بدي أوعيكي، بدي أفكرك باللي عملوه في زينب. زينب؟ زينب كانت مرض صابر مش مرض جابر. وإيه الفرق بيناتكم يا حسنية؟ الفرق كبير قوي. جابر راجل ولا كل الرجالة، كلمته من دماغه وما حدش يشور عليه أي شورة. إنما صابر كلنا عارفين. ربنا يحقق لك أملك. قول لي مبروك، ده انت زي اخويا. ده لما كان يحصل لي حاجة ما كنتش اميل الا على ستك الله يرحمها اللي كل اسري معاها. قول مبروك. مبروك على ايه؟ ليه هو انت ناسيه البت حسنيه دي تبقى ايه؟ تبقى ايه يعني؟ اهي واحده واخوك عايز يتجوزها زي ما انت كنت متجوز زينب الخدام. لا 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 لا، دي حاجه ودي حاجه تانية. ليه هو انت عايزه عيله علوان تاخد بيت عربويه وشها مكشوف على الرجاله، وقال فتح لي قهوه على اخر الزمن، وكانت متجوزه قبل كده كمان. ما تحافظ على ملفظك امال. لا لا، انا مش قصدي عليك انت بتاخدي الكلام على نفسك ليه؟ ايه جاب لي جاب؟ انا مش فاهمه انت عايز جابر اخوك يتن ورانا ليه؟ ما تخليه يغور يعمل اللي على كيفه ويبعد عننا بشر. اقول لك ايه بس؟ ما انت مش قادره تفهميني. اصل جابر دي لازم يتعود يعمل اللي على كيفاني. وعشان ما يتعود تفضلوا في نقار كده وفي الاخر تطبل على راسي انا؟ وهتطبل على راسك ليه؟ اطمني، انا وعم العمده عارفين بنعمل ايه. ما هو انت من ساعه ما خدت البهويه وانت مالكش شغلانه الا عمك العمده. رايح فين؟ رايح عند العمده. جاي منين؟ جاي من عند العمده. الله، ودي فيها ايه دي كمان؟ فيها الست زبيده الالافرانكا اللي كاشفه بناتها على الغريب. اشحال على القريب يا صابر. كلام ايه دي؟ تكونيش بتغيري عليا؟ وما غيرش عليك ليه يا صابر؟ مش جوزي؟ مش تعبانه فيك لحد ما خليتك قيمه وزي الفل. ولو حد فكر يمد ايده عليك هقطعها له، حتى لو كانت ايدك انت يا صابر. وانا بايدي ايه يا بنت؟ انت عايزه تاخدي الوصفه من هنا تحبالي من هنا، مش لازمها وقت اكتر من اللي فات يا خاله. ادي العمر بحاله وانا صابره اهوت، ووصفه ورا وصفه ورا وصفه ومفيش فايده. يا بنت خلي املك كبير في الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله، بس ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. وان شاء الله الوصفه المره دي مش هتخيب ابدا. يا رب يا رب، انا هرمي حمولي عليك يا رب، وانت القادر على كل شيء. بنتي يا لواحظ. ايوه.
هاتي مكنه البن من عندك يا بنت. هاتي يا اختي. ايه يا بنتي جايباها فاضيه؟ امشي نجرب هاتي البن لما تحمر. حاضر، بس هدي انت نفسيتك. يا اختي شفتي البنت عايزه تجيب لي النقطه والفرسه. يا اختي بعد الشر عليكي، اهي دورت وكبرت وبقت عروسه. يا ما شاء الله يا ما شاء الله والحارس الله. خدي. هاتي يا اختي. عايزه طلبات تاني؟ اهدى، لا في حمليتك ورايحه على فين يا بنت؟ يعني ايه رايحه على فين؟ هروح المولد اركب المرجيح، راح اجيب متر جاز. والجاز اللي جوه راح فين؟ دلقته على روحي، شربته يا خالتي، خلص. تنزلي تجيبي الجاز من المرزوق اللي تحت، وهقعد لك في الشباك ده، تروحي كده ولا كده هفقع 100 صوت والم عليك الخلق. انا بقول لك اهو. يا اختي خايفه عليها كده ليه؟ خايفه عليها كده ليه؟ مش انا برضه مربياها وزي بنتي. طب اقوم بقى، اوعي تنسيني الهي لا ينسيني. مش هنساكي يا بنت، يوم ولا 2 واجيب طلبات الست شو وهكشف عليكي واديكي الوصفه المطلوبه. الهي يخليكي ليا يا خاله وما عدمكيش ابدا. بس اياك يطمر فيكي يا اختي. لا هيطمر والله هيطمر. شوفي لو حصل وخلفت شوفي هيحصل ايه. يا بنت مالك ملحوقه على الخلفه كده ليه؟ يعني هما اللي خلفوا يا اختي ولا اللي ربوا؟ خدوا ايه يا حسره غير الهم والغم اهو. يا ست اطلعي برايا اني واخوي، احنا علونا زي بعض ونفهم بعض كويس، خليكي بعيد انت. لا يا جابر، بقول لك ايه، قدام صابر بيها اهو. انت اللي تبعد خالص عن الارض. واللي عايزه صابر بيه ويؤمر بيه تنفذه. يا اخويا، الارض واحنا اصحابها، وانت حيالله ماسكها على راي اخوك، زيك زي اخوي في الناحيات. هشوف بشوف ولا تعب قلب. ايه انت عايز نقعد لحد ما الاقي ارضي وارض ابنك بقت ارض جابر؟ معلش يا جابر. خولي يا صابر بيه، خولي. وانت هتاخد على كلام ايه؟ دي حرمة. انت هتصدق كلام الحريم برضه. وبعدين يعني ما هي ارضي وارضك تبقى ايه؟ ما هي ارض العلاونة برضه. ايوه ارض العلاونة، بس انا شامم ريحة خطر عليها. اسعد بيه بالاذن. ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه عملت ايه؟ اللي خايفه عليك. خايفه عليك انت اخرى؟ خايفه تكون نايم في العسل لحد ما في يوم تصحى تلاقي نفسك ايد ورا وايد قدام. لو انت فاكر ان جابر بعد انت ما كبرت وبقيت بيه اخر علاقه وخرجت عن طوعه هيسيبك في حالك؟ هو انت يعني مش هترتاحي الا لما تشعلي ليها نار؟ لا يا اخويا، لا شعللها ولا طفيها. هو انا صالحي ايه؟ بس خدني مره كده على قد عالي وجرب. جرب تؤمر وتحكم في الارض اللي اسمها ارضك وانت تشوف. كان هيحصل، وكتاب الله المنزل كان هيحصل لولا دخلتك علينا زي الزعبوبي. هو يعني لابد عن العركه يعني؟ يا اخويا بلاش الحمقى الكدابه دي، وريني كنت هتعمل ايه. ايوه هوريك. وادي حسن انت انا. ايه انت عايز حسن في ايه؟ عشان تعرفي صابر بيه على حقيقته، عشان تستهدي بالله بقى وتريحيني. انت انا. ايوه يا صابر بيه. اسمع يا امر يا سيدي. روح ازعج لي المهاجرين كلهم، هاتهم هنا حالا. من عينيا من عينيا يا سيدي. عشان تعرفي صابر بيه يقدر يعمل ايه. جرب يا ولا كلم سيدك جابر. ايوه يا سي جابر، خير في ايه؟ النهارده كام في ايام ربنا يا ولا؟ واني اعرف منين بس يا سي جابر؟ هم قالوا لك عليا بعرف اقرا؟ ولا بلاش لوع. فين اللي قلت لك عليه؟ اللي قلت لي عليه؟ ايوه قصدك الاجاره يا سيدي. ايوه يا فالح، الايجار.
اصل يا سيدي اصل يعني اصل ايه يالا؟ ما تتكلم، ما تتكلم زي الرجال. حاضر. انا عبد المأمور يا سيدي. مأمور مين يا ولد؟ سيدي صابر بيه. ماله صابر بيه؟ اصله شيع لي انا والمؤجرين كلهم ونبه علينا ما ندفعش الايجار الا ليه هو وبس. صابر بيه هو اللي قال كده؟ ايوه يا سيدي. هو انا استجري اعمل حاجه كده من دماغي يعني؟ اداني كنت فاكر ان الاوامر وصلتك انت كمان يا سيدي. اوامر من مين يا ولد؟ ها؟ حد يستاجر يؤمر جابر؟ انا داخل ايه بس يا سيدي؟ ده سيدي صابر بيه وهو اخوك، انا اعمل ايه بس؟ يلا غور من وشك. غور. حاضر حاضر يا سيدي. طيب يا صابر. لا والله وطلعت سبع يا واد يا صابر. انا ما كنتش مصدق انك تقدر تعملها. كنت خايف تنيخ. ده كان يظهر ان البهويه عملت مفعولها وجمدت قلبك قدام الكل واولهم اخوك. عشان كده انا ههديك بهديه تشكرني عليها. هديه؟ هديه ايه يا عم العمده؟ هما مش بيقولوا اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك؟ ايوه. بنت مين؟ افهمني يا صابر. انا بدي يعني زيتنا يبقى في الججنه والارض تكبر. ايوه تمام، بس ما تقول يعني قصدك ايه يعني؟ قصدي اجوزك فوزيه بنتي عشان يعني بعد عمر طويل الارض ما تروحش للغريب. الكلام ايه ده يا عم العمده؟ ايه؟ مش بقول لك هديه هتشكرني عليه ولا ايه؟ ايوه صحيح، بس ولا مؤاخذه، هي ست فوزيه هترضى بياني؟ جرى ايه يا صاب؟ واحنا عندنا حريم ترضى ولا ما ترضاش؟ عارف فوزيه دي عندها ورث قد ايه؟ استغفر الله يا عم العمده، ده ست فوزيه اما شالتهاش الارض نشيلها في عينينا من جوه كده. يعني نقرا الفاتحه ونقول مبروك بالعجل كده. كل شيء اسمه نصيب، ونصيبها وسعدها جالها ما ترجعوهوش. يا راجل قول كلام غير كده. دي لواحظ دي قد بنتك وانت جاي تطلبها يا اللي ما تختشيش. ما دام مهرها في جيبي وسعرها جايز يجرى ايه يعني؟ يا اختي يسعروك في سوق المواشي يا بعيد. انت فاكر ايه يا راجل؟ هنبيع بنتنا؟ دي احنا لما ناكلها بملح ما تبيعش ضمانه ابدا. هي راضيه وانا راضي، مالك انت ومالنا بس. طب انجر يا راجل يا عجوز، ما عندناش بنات للجواز. انجر مش مكسوف على يا لواحظ لواحظ. استنى يا سي منصور ما تمشيش. حاضر يا زاز. ايه اللي انت عملتيه ده يا خالد؟ عملت يا بنت اللي تعمل امك، بس انت بقى مش امي. واوعي من سكات خلينا افتح للرعبي كده اهو. مش هيدخل بيتي طول ما انا عايشه. طب انا بقى اللي هخرج له، ووشي ده مش هتشوفيه هنا تاني. تعالي هنا، ده انا جوه اقطع. اصلاني ما افتكرش ان عمر حد حبني. عشان طول عمرك لوحدك. ايوه لوحدي. ساعة ما مات علوان الكبير واني لوحدي. بس أنا عايز حاجات كتير. جوازيني يا بت. ليش؟ عشان اللي قلته قدام الشيخ إبراهيم؟ انت عرفت منين؟ أنا عارفة كل حاجة، مفيش حاجة بتستخبى. لكن إذا كنت عايز تتجوزني عشان كده يبقى لا. لا يا جابر. انت بتقولي ايه؟ أني برضك عندي إحساسات. مرضاش إنك تتجوزني غصب عنك ولا عشان قلت كده. لا لا يا جابر. جرالك ايه يا بنتي يا حسنية؟ عارف يا جابر، من يوم أبويا ما جابني هنا وأنا فكرت أرحل أدور على قرايبنا، لكن خفت أتوه في الدنيا الواسعة
وما قدرتش. في كل مرة ما قدرتش. عارف ليش؟ عشانك انت لوحدك يا جابر. يا بنت ما أنا بقولك نتجوز. لا مش كده، مش عايزاك تكرهني بعد كده. جاوبيني يا بنت، هتتجوزيني ولا لا؟ طب وقرايبك؟ قرايبي مين؟ صابر بيه وعمك العمدة. انت بتقولي ايه؟ انت جننتي؟ انت نسيتي انا مين؟ نسيتي مين اللي عمل صابر؟ ما نسيتش، لكن الايام لفت وبقى صابر بيه صاحب الارض وصاحب الكلمه برضه. لا ما تبصيش لدلوقتي، بص لبعيد وانت تشوفي جابر هيبقى ايه. ما هو ده اللي انا خايفه منه. لو تسمع كلامي. انا مش عايز كلام تاني في الموضوع ده، هي كلمه واحده، هتتجوزيني ولا لا؟ اتجوزك طبعا يا جابر يا ابن علوان. وانا طول ماني جاي. جابر توب وضاب، اخلعه قبل ما يخنقك. ايوه بس ما هو برضك اخوي. جرايه صابر، ده انا ابو سمع علوان عمك. طب اعمل ايه دلوقتي يا عم؟ الا تعمل ايه؟ تاخد منه الخيط من انت مسلمه، ما خلاص الارض ولمها لك. عايز الخيط معاك تاني ليه؟ ثم بدل جابر 1000 مين يخدمك. بس جابر يرضى؟ الا يرضى، مع انه مرانه. هو مين صاحب الارض فيكم؟ ايوه يعني هو انت مش عارف جابر؟ انت لساك بتخاف من جابر ولا ايه يا صابر؟ اصحى يا صابر، شوف انت بقيت ايه؟ اصحى دلوقتي لحسن لو صحيت بعدين هتلاقيه مكانك. الاقيه مكاني؟ ده كلام ايه؟ الكلام اللي هيحصل. بطل خوف من جابر. 100 مره اقول لك صبر القديم خلاص راح لحاله. انت دلوقتي بقيت حاجه تانية. اتصرف بسرعه يا صابر. طب اتصرف ازاي يا عم؟ الختم اللي معاه لازم يرجع وحالا. لا بلاش يرجع. انا بكره الصبح هنزل البندر من بدري والغيه من اصله واعمل ختم تاني جديد، ويا دار ما دخلك شر. لا والف لا، الختم نفسه لازم يرجع وغصب عنه مش برضاه عشان يعرف هو مين وانت بقيت مين. ايوه لازم يعرف، بس ازاي؟ هقول لك ازاي. وادي عيسى. ايوه يا عمدي. تعال وهات معاك 4 غفر. حاضر يا عمدي. عايز ايه؟ مساء الخير يا سي جابر. في حاجة؟ ايوه في يا جابر. صابر بيه عايز الختم اللي مديهولك. الخيط؟ وانت مالك انت ومال الشغلانات دي اوامر صابر بيه واوامر العمده كمان. هو العمده داخل فيها كمان؟ انا قلت لا يا عيسى. شوف يا جابر يا اخوي، احنا طول عمرنا اصحاب، واسمع نصيحتي، لما تشتد الريح لازم نطاطلها روسنا. وانا راسي عمرها ما عطاطي. روح قول لسيدك صابر وللعمده جابر ما عندوش حاجه، واعلى ما في خيلهم يركبوه. هيركبوه يا جابر، صدقني يا اخويا هيركبوه. ما هو يا اما تجيب الختم دلوقتي حالا يا اما نرحلك للمركز. ايه؟ والعمده قال حدها كم نفر كده متهمينك بسرقه مواشي. ايه؟ وانت بقى انت وصابر منهم ولا من الشهود؟ الحكايه اكبر مني ومنك يا جابر، صدقني يا اخوي، لكل وقت اذانه والوقت مش وقت. ايوه عندك حاج، وقت كان ماني بلم. لحمة حتت وارميكي في الرياح قبل ما اشوفك تتباعي في سوق المواشي. يا شيخة وحماه ارحميني وادعيني، هتبقى انت والزمن. ارحميني بقى كفايه. حتى انت كمان يا حسنين. ايوه يا ابو ابراهيم. طردوك من الارض اللي مستاجرها.
ده مش هو وبس يا ابو ابراهيم، دول طردوا كل المستاجرين من الارض، خلونا بنلم المحصول وخدونا غدر. وايه كسر الباشا غير الغدر؟ ايه كسرك يا عرابي غيره؟ ايه ضيعنا غير الغدر؟ ما قلتش هتعمل ايه يا ابو ابراهيم؟ هتسكت؟ لا انا ولا انتوا هنسكت، بس الاول هكلم صابر بيه، واللي يعمله ربنا يكون. الله، يعني مش مصدق كلامي يا عم ابراهيم؟ ايوه، لان الناس دول انكرشوا من الارض فعلا يا صابر. وانا بقول لك ما كرشتش حد، تقوم تصدقهم هم وتكذبناني؟ لا اله الا الله، الحكايه مش حكايه بصدق وبكذب، الحكايه ان ده حاصل فعلا. الناس اتطردوا من الارض اللي مأجرينها بدون وجه حق، وده ظلم، ظلم ما يرضاهوش ربنا ابدا. الشاي يا عم ابراهيم. هلا هو صابر بيه سيبك ارضك يا استاذ احمد وقعدك في ظله؟ يا خساره. خساره ايه يا عم ابراهيم؟ خساره عليه بقى؟ انا بقول لك ما سيبتش حد ارضه، تلاقيهم شويه فلاحين يتاخروا في دفع الايجار ولا حاجه، قام جابر كرشهم. ايوه، تلاقي جابر هو اللي مشاه. بأمرك يا صابر بيه. بأمري ازاي بقى؟ زي ما بقول لك كده وقدام عم ابراهيم. جايين لي بعضمة لسانه، جايين لي اللي ما يدفعش زيادة الإيجار يمشي. حتى ما كنتش عايز تستنى لما يلموا المحصول. أني يا جابر؟ ايوه انت. وانا ماشيهم ليه؟ صالح ايه؟ كنت صاحب الأرض ولا صاحب الأرض يا صابر بيه؟ وبعدين بقى ما تتفاهموا بالراحة. ايوه هو كده بقى. تلاقيك عاوز تسوق سمعتي قدام البلد، يعمل العملة ويلزكها فيا يعني. أنا برضه أنا اللي بعمل العملة وداري. أمال أنا يا جابر؟ أيوه أنت. وبعدين يا جماعة ما تهتوا مال. أصل أنت مش عارفه يا عم إبراهيم، دي أخوي وأنا أدرى بيه. لا عارفني كويس وعارفك أنت كمان، ياكش تكون فاكر الناس مش عارفاك إياك. الناس عارفاني إزاي بقى؟ عارفاك وعارفة الأرض وفلوس الأرض جت منين وإزاي. وأنا مالي؟ ما أنت اللي بتتصرف في كل حاجة. يعني أنت زعلان إن الناس اتطردت؟ جدع، أؤمر إنهم يرجعوا لأرضهم وأنا بعون الله أرجعهم في يوم واحد. يعني إيه؟ يعني أنت عاوز تحرجني قدام الناس يا جابر؟ شفت يا عم إبراهيم؟ شفت صابر بيه؟ مش كده، فوق لنفسك يا راجل، اعرف مصلحتك فين، اعرف مصلحتك فين يا خايب. أنا مش خايب، أنا فايق وعارف مصلحتي فين. خاف أنت على نفسك. بالإذن يا صابر بيه. طب استنى بس، ده احنا لسه ما كملناش كلامنا. في حاجة تانية يا صابر بيه؟ ايوه، البت دي اللي اسمها حسنية. ايه؟ مال؟ شايفك يعني رايح جاي وراها اليومين دول، لما الناس كانت وشي، تكونش عايز تتجوزها؟ ايوه هتجوزها. شايف يا عم ابراهيم؟ ما تكلمه، عجله يمكن يطوعك انت. هيكلمني في ايه؟ وبعدين انت مالك اذا كنت هتجوزها ولا لا؟ مالي ازاي بقى؟ ليه؟ انت ناس انت مين؟ ولا ابن مين؟ ولا اخوك مين وابوك مين؟ دي بنت ملهاش اصل من فصل، وكمان كانت متجوزه قبل كده، يعني عزبي. انت ناسي ولا ايه؟ لا مش ناسي، ما حدش ينسى اصله وفصله الا اذا كان خسيس يا صابر بيه. يعني ايه بقى؟ يعني اهدى وخليك جدع، ما تقطعش السكه وانت لسه في نصها، هتحتاجني ياما. لسه العمده واللي عايز العمده. ده كلام ايه دي؟ اصحى وفوق يا صابر بيه، انا لسه جابر علوان. عاجبك؟ يعني عاجبك كده يا عم ابراهيم؟ لا مش عاجبني حالك ولا حاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جابر؟ ايوه جابر يا حسنية، جابر. ايش جابك السعادة؟ مفيش. مفيش ازاي؟ داني فهماك. اشكيلي هامك. تحبيني يا بنت؟